كان يا مكان في محل حلويات سحري منور بالليل. ميلو واقف ورا الكاونتر بيتفرج حواليه وقال: واو، المحل منور كده بالليل، الحلويات عاملة زي النجوم. وفجأة الحلويات الصغيرة ابتدوا يتحركوا لوحدهم. ميلو قال: إيه ده؟ الحلويات بتتحرك لوحدها. لكن الفوضى ما استنتش، الكب كيك بدأت تنط وعيدان الحلوى تلف في كل حتة. ميلو مسك المعلقة وقال: اهدوا يا ولاد، لازم أسيطر على الفوضى دي. في الوقت ده صحابه جم من باب السكر المضيء. تشوكو قال: ما تقلقش يا ميلو، احنا جايين نساعدك. وباري لف حواليه وهو بيجمع السبرينكلز وقال: الحلويات دي محتاجة شوية ترتيب. أما باف طارت شوية في الهوا وقالت: أنا كمان هساعد. ميلو ابتسم وقال: تمام، يلا بينا نرجع النظام. وبعد شوية ميلو فتح كتاب قديم وقال: شوفوا، هنا مكتوب التوازن، الحلويات محتاجين شوية سكر. تشاكو قال: تمام، ده اللي هيظبط كل حاجة. وفجأة جوه المحل بدأت عاصفة سكرية سحرية. باري قالت: يا ساتر، العاصفة بدأت. ميلو قال: خدوا بالكم من نفسكم. تشاكو قال: يلا نمشي بحذر، العاصفة مش بسيطة. وميلو وباري بدأوا يحطوا عيدان الحلوى فوق نهر الشوكولاتة، وباف بتطير فوقهم وترش السكر وقالت: خليكم مستعدين. وفجأة ميلو لقى كريستالة عسل ورفعها بلطف، وباف جنبها قالت: واو، كل حاجة وقفت. الكريستالة بدأت تلمع والحلويات رجعت أماكنها والسحر نزل زي مطر ناعم. ميلو قال: شوفوا، كل حاجة رجعت مكانها. تشوكو قال: ياه، الدنيا رجعت هادية. والأربعة واقفين قدام طاولة مليانة حلويات والسكر بينزل زي الكونفيتي. ميلو قال: عملناها يا صحابي. تشاكو: فرحانين قوي. باري وباف: الحلويات رجعت. وفي الآخر ميلو بص على كريستالة العسل وقال: يا ترى المرة الجاية أنهي نكهة هتصحى؟